يقول ليش الناس تفسر كل يوم أحلامهم؟ هو كل يوم، لكن الإنسان إذا شاف إن شيء شاده أو شيء يسبب له قلق أو مهموم أو ينتظر شيء يفسر حلمه. وبعض الناس لا، يأخذ من الفضول يفسر كل يوم يضع رأسه على المخدة ويحلم يلا ارسل للمفسر فلان وفلان. أنا ما أنصح بالطريقة هذه لأن تسبب له قلق وخوف ووهم وعايش أحلام. وبعضهم لا، يأخذ الفضول، عنده حلم اليوم حلم برسل المفسر، رد زين على زين، ما رد الحمد لله. وهكذا. ونعرف ناس يرسلون كل يوم، ولكنه على حسب وضعي وعلى حسب قدرتي. لكن بعض الناس يشده الأحلام، وبعض الناس يعني ضد الأحلام حتى لو حلم ما يفسر. وبعض الناس يقول إن أصبحنا أمة أحلام. لا، مو إن أمة أحلام، إن أمة نعيش التفاؤل بالكلمة الطيبة. هو الأحلام موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة الفجر يقول أيكم رأى رؤيا البارحة. فالرؤيا موجودة من قديم، وحث على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني كان يسأل عنها، فالإنسان يستبشر بها خير. أنت طبعا تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الأحلام أو في الرؤيا. إذا رأيت شيء تستبشر بخير احمد الله وحدث به من تحب، وإذا رأيت شيء تكرهه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واتفل عن يسارك 3 مرات ولا تحدث بها. هذه طبعا ليش الناس تردن على ليش أن الناس تفسر كل يوم أحلامها. الله يسعدك.